حفظ الله المغرب وشعب المغرب وأهل المغرب الطيبين من الزلزال اللي صار، والله يرحم اللي توفوا ويعافي المصابين. المغرب في القلب وقلوبنا معكم، وإن شاء الله ما عليكم شر يا رب يا أهل المغرب. اللهم احفظ المغرب وأهلها، اللهم ارحم الموتى واغفر لهم واشف المرضى، اللهم اصرف عنا وعن جميع بلاد العالم الزلازل والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. أتقدم بخالص العزاء لأهلنا في المغرب. Thank you. We don't love that we're not going to see this fight. On n'aime pas le fait qu'on va pas pouvoir voir ce combat, mais on va ramener Harry, le Glory à Paris, à Paris. On respecte sa décision et je veux informer tout le monde que tous les profits que le Glory fera ce soir seront donnés à la nation du Maroc. Merci. الآن نحن لا ننسى أبدا كسوريين كشعب أصيل الشعب المغربي، الأصدقاء، الإخوة، الأحباب الذين أصابهم الزلزال. نتمنى لشهدائهم الرحمة ولجرحاهم الشفاء، ونتمنى أن يمروا من هذه الأزمة التي مروا بها كما مررنا بها قبل أشهر نحن في سوريا. وبمناسبة هذا الموقف نقرأ الفاتحة أو دقيقة صمت على أرواح شهداء أهلنا في المغرب العربي الشقيق. إلى أهلنا وإخوتنا في المغرب، أي مصاب هذا الذي أصابكم؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنكم هذا الغم والهم، نسأله عز وجل أن يغفر لموتاكم، ونسأله عز وجل أن يداوي جرحاكم. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لا بد أن نعود إلى الله عز وجل ونبتعد عن الذنوب والخطايا أحبتي في الله قبل فوات الأوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. בשעה קשה זאת ליבנו עם העם במרוקו. מיד עם קבלת הדיווח על אסון רעידת האדמה, פנינו לממשלת מרוקו והצענו סיוע הומניטרי ומשלחת חילוץ שערוכות לצאת באופן מיידי. במקביל, תגברנו את חדר המצב במשרד החוץ ואת שגרירות ישראל במרוקו על מנת לתת מענה לישראלים ומשפחותיהם שנפגעו כתוצאה מאסון רעידת האדמה. אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לעשרות החברות והיחידים שפנו אלינו מתוך רצון לסייע לעם במרוקו, אך יחד עם זאת אנחנו ערוכים לתת מענה באמצעות הצוותים המקצועיים. أود أن أعبر تعزينا الصادقة للشعب المغربي بعد الزلزال الرهيب الذي وقع الليلة الماضية. إن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في رباط فتحت غرفة أزمة في المكتب منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وبناء على توجيهات وزير الخارجية الإسرائيلي السيد إيلي كوهن ومدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية السيد رون ليفي، نحن نتعاون مع السلطات المغربية بأعلى المستوى لتحديد إمكانية تقديم المساعدة الإنسانية وإرسال وفد إنقاذ خبيرة في الإسعافات. فريق القنصلية الإسرائيلية في المغرب يتوجه حاليا نحو المنطقة المتضررة، وكما هو معروف إسرائيل لها خبرة واسعة في المجال، ونتشرف بتقسيمها مع المملكة الصديقة المغربية. وكما يقول المثل العربي: فإن الصديق عنده الضيق. نتقدم بأحر التعازي إلى شعب المغرب وأهل المغرب في ضحايا الزلزال، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يكتبهم في الشهداء، ولا نزكي على الله أحدا. وأسأل الله عز وجل أن يشافي المصابين، وأن يحفظ المغرب وشعبها وأهلها برها وجوها وبحرها، إنه القادر على ذلك. وقلوبنا معكم
يا أهل المغرب. ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו. بدعي من قلبي انه الضرر ما يكون كبير بالشيء اللي صاب المغرب اليوم هالزلزال. بدي اقول انه كثير زعلانه على اللي صار وبتأسف على اللي صار، ورحمة الله كبيرة. إن شاء الله أهم شيء يرحمنا ويرد عنا كل الضربات وعن مغربنا الحبيب. ولكن الظرف يلي صار أنا بدي أتأسف إنه إجينا تعليمات حفاظاً على أمننا كلنا إنه نوقف الحفلة، بس أنا أقول لسه قاري دلوقتي خبر عن زلزال بقوة ضرب في المغرب. اعتقد ان المغرب والشعب المصري قريبين قوي من بعض وفي كل حاجة، فحاسس ان ان دي مصيبة عندنا. فتعازينا لكل اهالينا في المغرب، ربنا يرحم الجميع. في 800 شخص لحد دلوقتي توفى. نتمنى من كل دول العالم ان اللي يقدر يساعد في دول المغرب يكون الفيديو ده بحاجة بسيطة يقدر يوصله ان في كارثة في المغرب والناس تقدر تساعد في المغرب. اتمنى الفيديو ده يوصل لكل حد يساعد حتى لو بجزء بسيط في المغرب. شكرا وربنا يرحم الجميع. تحياتي. إلى الشعب المغرب العزيز والغالي نقول لكم المشاهد من زلزال المغرب يا جماعة بتحرق القلب. عالم لهلأ تحت الأنقاض، عدد الضحايا وصل ل 800، وعالم فقدت بيوتها ونايمة على الطريق. أهل المغرب الله يرحم الضحايا ويصبركم، وإن شاء الله ما بتشوفوا شر. المغرب من أول البلدان يلي بعتوا مساعدات لبيروت من بعد انفجار المرفأ، وما رح ننساكم مثل ما وقفنا معكم بكأس العالم. لازم يعملوا حملات تبرعات بأسرع وقت للمغرب، وأي حدا بيعرف جمعية موثوقة بليز يبعت لي إياها. دائما المغرب الله يكون معكم. ادعوا معايا: اللهم ارحم إخواني المغاربة اللي ماتوا في الزلزال، اللهم صبر أهلهم، اللهم اجبر بخاطرهم، اللهم فرج همهم. حبايب القلب، الدعم خوتهم، الدعم الدعم الدعم، وأقل شيء تقدروا تديروه الدعم المعنوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والسلام عليكم. سلام يا جماعة. ببالغ الأسى والحزن من عزي الشعب المغربي العظيم على مصيبة الزلزال يلي صارت معه مبارح. للأسف الشديد اتضرر حوالي 300,000 شخص